ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، أول كلمة في أول آية في أول سورة نزلت اقرأ. اقرأ لماذا؟ لأن الجمال شيء مادي له أبعاد ثلاثة يشغل حيز في الفراغ. النبات شيء مادي يشغل حيز في الفراغ له أبعاد ثلاثة لكنه ينمو. الحيوان شيء مادي يشغل حيز في الفراغ وله أبعاد ثلاثة وينمو لكن يتحرك. أما الإنسان فشيء مادي يشغل حيز في الفراغ وينمو ويتحرك لكنه يفكر. الآن أودع الله في الإنسان قوة إدراكية. هذه القوة الإدراكية سماها بعض العلماء الحاجة العليا في الإنسان. في عنده حاجات سفلى، يعني يأكل ويشرب ويقترن بزوجه، لكن الحاجة العليا طلب العلم. والإنسان ما لم يطلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. لذلك الله عز وجل قال: لمن لم يطلب العلم أموات غير أحياء كأنهم حمر مستنفرة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا إنهم كالأنعام بل هم أضل كأنهم خشب مسندة. إذا الإنسان ما طلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. يعني أنت كيف تتنفس وكيف تأكل كل يوم؟ ينبغي أن تطلب العلم. إن طلبت العلم عرفت خالقك، وعرفت حقيقة الحياة الدنيا، وعرفت مهمتك في الدنيا، وعرفت ماذا بعد الموت. فلذلك أول كلمة بأول آية بأول سورة في القرآن اقرأ، اطلب العلم. لكن اقرأ باسم ربك الذي خلق. ينبغي أن يقودك طلب العلم إلى الإيمان بالله. اقرأ باسم ربك. لذلك قال أينشتاين: كل إنسان، هذا عالم فيزياء كبير، هو الذي اكتشف النظرية النسبية، وهو الذي اكتشف سرعة الضوء المطلقة. قال: كل إنسان لا يرى في هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، هو إنسان حي لكنه ميت. إذا أول قراءة أمرنا بها قراءة البحث والإيمان. قراءة يعني طلب علم ينقلنا إلى الإيمان بالله. في عندنا قراءة ثانية: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. يعني طريق الإيمان بالله التفكر في خلق السماوات والأرض، وأقرب شيء إلى نفسك، خلق الإنسان من علق. الآن القراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. ما هي النعم الكبرى؟ هي نعمة الإيجاد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أوجدك من عدم. ونعمة الإمداد أمدك بالهواء، بالماء، بالطعام، بالشراب، بالزوجة، بالولد. ونعمة الهدى والرشاد، وأعظم نعمة هي العلم. يعني أنا أقول دائما: عقد العلم. لو أنه طفل من أسرة متواضعة وأخذ عيديات من أقربائه، من أعمامه ومن أخواله، يقول لك: أنا معي مبلغ عظيم، يعني 100 دينار أقصى شيء. لكن إذا كان المسؤول بالبنتاغون كبير: لقد أعددنا لحرب العراق مبلغا عظيما،
كم يقدر هذا المبلغ؟ ب200 مليار. فإذا قال ملك الملوك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلذلك أعظم نعمة على الإطلاق أن تعرف الله. إنك إن عرفت الله عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفته فاتك كل شيء. إذا أول قراءة قراءة البحث والإيمان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، من أجل أن تعرف الذي خلقك. والقراءة الثانية اقرأ وربك الأكرم، منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. فالقراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان. القراءة الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان بالعلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. نحن في عنا بيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يعني بيقدر يعبر عن مشاعره وعن أفكاره بكلام، بمقاطع صوتية، هي اللغة. يعني أحيانا تضطر دولة أن تمنع التجول، يطلع بلاغ بالإذاعة تحت طائرة إطلاق الرصاص، لا تجد إنسان. نوع التواصل تواصل لغوي، هذا أرقى تواصل. لو ما في لغة تضطر تمسك كل إنسان تدفعه للبيت، شيء مستحيل. هذا ببلاغ واحد صار في احتجاج. أعلى تواصل التواصل اللغوي بين البشر. فلذلك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أما العلم بالمشافهة يقتضي الاجتماع، التواجد. كان العلم بالمشافهة ما في. يمكن المفسر الكبير التقى مع 100 واحد بحياته وعلمه. أما بتلاقي تفسير من 1000 عام، أنه علم بالقلم صار في طباعة، في عنا مشافهة وعنا كتابة وعنا ترجمة. بالمشافهة يحتاج إلى تواجد، بالكتابة ما في داعي للتواجد. عالم كبير مرة عم يفتح كتاب القرطبي تفسير مهم تعتمد عليه أحيانا، قلت هذا مات قبل 1000 سنة والكتاب مطبوع آلاف الطبعات وانتفع به مئات ألوف الأشخاص. فمعناها التعليم لما صار في كتابة العلم انتقل من جيل لجيل لجيل لجيل، ولما صار في ترجمة العلم انتقل من أمة لأمة. إذا بالمشافهة لابد من التقابل، اللقاء. أما بالكتابة ما في داعي للقاء. أما بالترجمة العلم انتقل إلى كل الشعوب والأمم. أخواننا الكرام، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذا الوحي. القراءة الثالثة قراءة الوحي والإذعان، قراءة البحث والإيمان، قراءة الشكر والعرفان، قراءة الوحي والإذعان. وحي السماء، الرحمن علم القرآن. والوحيان وحي متلو هو القرآن، ووحي غير متلو هو السنة. لذلك ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. إلا أن هناك علما رابعا، البحث والإيمان، الشكر والعرفان. البحث الرابع العدوان والطغيان، في قنبلة عنقودية فيها آلاف الكرات الحديدية، كل واحد ضمن 500 متر تصيبه كرة في رأسه أحيانا، في ذكاء عالي جدا، في قنابل فراغية، في قنابل كيميائية، في قنابل جرثومية، في قنابل انشطارية، في قنابل عنقودية، في قنابل خارقة حارقة تخرق اسمنت مسلح متر بعدين تنفجر. إذا المستودعات
في قنابل قصفت بها غرفة نوم صدام من إيطاليا، في تقدم مذهل، بس هذا التقدم بالعدوان والطغيان، في قراءة الوحي، قراءة البحث والإيمان، قراءة الشكر والعرفان، قراءة الوحي والإذعان، في قراءة العدوان والطغيان. أخواننا الكرام، فالبطولة أن نطلب العلم، وإلا هبطنا عن مستوى إنسانيتنا إلى مستوى لا يليق بنا. تطلب العلم من جامع، من محاضرة، من معهد شرعي، من مدرسة، من عالم، من لقاء خاص، من سهرة، لا بد من طلب العلم حتى الإنسان يأكد إنسانيته، وإلا خسر إنسانيته وكان كما قال الله عز وجل كأنهم حمر مستنفرة. يعني بيسعى يعمل ليل نهار بينقل بيته لحي أرقى، بعدين بيسعى ليوسع بيته، بعدين يشتري بيت بالنصيب، بعدين بيسافر، يجي الموت يأخذ منه كل شيء في ثانية واحدة. عبدي رجعوا وتركوه وفي التراب دفنوه، ولو بقوا معك ما نفعوه، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فالبطولة أن نعيش المستقبل. معظم الناس يعيشون الحاضر والماضي، يعني درست بالجامعة الفلانية والآن مهندس، والمستقبل في مغادرة. المغادرة أصعب شيء بحياة الإنسان. من بيت قد يكون 200 متر، زوجة، بنات صغار، شباب، أصحاب، كنائن، لقاءات، سفرات، سفر، سياحة، إلى قبر. والله مرة شيعت إنسان وضعوه بالقبر، جاءني خاطر، قلت والله أذكى إنسان في الأرض هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. أذكى إنسان في الأرض. أخواننا الكرام، اقرأ أول كلمة بأول آية بأول سورة في القرآن، اطلب العلم. وفي مليون طريق للعلم، لكن لا بد كما قال النبي: لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا. أيها الإخوة الكرام، هي معنى كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، عن طريق تفكر. يعني اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. آخر قراءة: العدوان والطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. 4 قراءات. نعوذ بالله من القراءة الرابعة. والقراءات الثلاثة مطلوبة وضرورية،